عمرك سألت نفسك قبل كده إيه الفرق بين المدنية والحضارة؟ أنا دعاء الرشدي مهتمة بالفلسفة وعلم النفس والاجتماع واللغات الحية والميتة والأديان الوضعية والسماوية والسياسة والتاريخ وعصور ما قبل التاريخ، وجاية النهاردة عشان أقول لكم إننا تقريبا في كلامنا اليومي بنعكس مفهوم المدنية والحضارة وإحنا بنتكلم. الحضارة ما هي إلا أسلوب الحياة والعيشة اللي الناس عايشينها في مكان معين ومجتمع ما، أيا كان بقى ريف مدن أي حاجة. يعني تعتبر حاجة كده شبه الثقافة وبتتكون من العادات والتقاليد والسلوكيات والدين وخصائص البيئة اللي بتفرضها على المكان وبس كده. بينما المدنية هي الشخص اللي عايش حياة راقية نوعا ما في المدن، هو الأفندي أو الموظف اللي ملوش علاقة بحياة الريف وعايش تبع مؤسسات الدولة المدنية. موظف، لا هو عسكري ولا فلاح ولا أي حاجة من دول، مش بدو ولا قبائل، لكن بنظام مجتمعي حديث نوعا ما بينظم الإنسان كعامل وأطفال وبيلحقهم بنظم الدول المدنية، والطريقة اللي بيتصرف بيها لو حصلت له أي مشكلة